اهلا بيكم، معاكم اسلام خالد وشهاب خالد. والكلام على ايه؟ الكلام النهارده على رمضان 2023 وكل سنه وحضراتكم طيبين. والنهارده هنقدم لكم القائمه النهائيه لمسلسلات رمضان 2023. يا خبر ابيض. اول مسلسل معانا هو مسلسل جميلة، بيشارك في البطولة يسرا اللوزي وسوسن بدر، والبطلة ريهام حجاج. وتاني مسلسل معانا بيشهد عودة يسرا للدراما الرمضانية بمسلسل ألف حمد لله على السلامة. طيب يا سيدي شكرا. هو اسم المسلسل كده، وبيشاركها في البطولة شيماء سيف ومحمد ثروت. تالت مسلسل معانا هو عودة حمادة هلال في مسلسله الجزء الثالث مداح 3، بيشارك في البطولة هبة مجدي واحمد ماهر. المسلسل الرابع معانا مسلسل ديني بطولة الفنان خالد النبوي، بيجسد فيه شخصية الإمام الشافعي، وهيشاركوا في البطولة نضال الشافعي وخالد أنور. خامس مسلسل معانا هو عودة دنيا سمير غانم، مسلسل جت سليمة، بيشارك في البطولة بيومي فؤاد ومحمد سلام. المسلسل اللي بعديه مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيلي كريم، واللي بيشهد فيه أول ظهور رمضاني للفنان المحبوب أحمد عيد. ايوه كده يا وديع. المسلسلين اللي بعدهم مسلسل حضرة العمدة ومسلسل العمدة. معرفش ده فقر في اختيار الأسامي، ولا المراقب قال له منجزه عشان بنلم الورق. مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، ومسلسل العمدة بطولة محمد رمضان بعد ما رجع لنا في رمضان السنة دي، بعد ما غاب عننا الفنان محمد رمضان السنة اللي فاتت. جالنا السنة دي بمسلسل العمدة، وبيشاركوا في البطولة مي كساب. المسلسل اللي بعده معانا مذكرات زوج بطولة طارق لطفي، وشارك في البطولة خالد الصاوي. مسلسل رقم 10 معانا مسلسل سر باتع، وده إخراج خالد يوسف بعد ما غاب سنين كتيرة جدا عن الإخراج من ساعة المشكلة بتاعته. المسلسل بطولة أحمد فهمي، وبيشاركوا في البطولة أحمد صلاح السعدني. المسلسل رقم 11 هو مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني. يس 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 يس. ده مسلسل ولا بتعيد؟ بطولة سيد رجب. مسلسل رقم 12 معانا مسلسل الأجهر بطولة الفنان عمرو سعد، وشبحانة جديدة، ويا رب تبقى آخر شبحانة للفنان عمرو سعد، عايزين نشوف شوية تمثيل بقى. والمسلسل برقم 13 معانا مسلسل رشيد، هيكون بطولة محمد ممدوح، وهيشاركوا في البطولة ريهام عبد الغفور. بالمناسبة المسلسل ده أنا بشكل شخصي مستنيه، عشان المسلسل ده عشان الفنان محمد ممدوح مفيش أي حاجة بيعملها إلا وبحب أتابعها له. وأما المسلسل اللي بعده الاختيار الجزء الرابع. روق، بس مفيش اختيار السنة دي. ايه ده؟ امال في ايه؟ في كتيبة 101 بطولة عمرو سعد، وهيشاركوا في البطولة آسر ياسين. والمسلسل رقم 15 مسلسل ضرب نار، بعد نجاح مسلسل اللي ملوش كبير بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، قرروا إن هم يعملوا مسلسل تاني باسم ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي. انت جيت علي. والمسلسل رقم 18 حبيب قلبي الكبير الجزء السابع، ده هتبقى مذبحه يا شريف، مذبحه. واللي تردد الأقاويل إن ده هيبقى آخر جزء للفنان أحمد مكي في مسلسل الكبير. بس أنا أتمنى إن الفنان أحمد مكي يا ريت يعمل لنا مسلسلات تانية أو أفلام تانية، بس يخلي الكبير مكمل معانا في رمضان، لأنه السنة اللي فاتت فعليا هو الحاجة الوحيدة اللي قدرت تقضي على رامز ساعة الفطار. انا بحب اصحابي، انا بحب اصحابي. أما بقى المسلسل بقى اللي أنا منتظره هو مسلسل الصفارة، بيس يا مان بيس. بطولة أحمد أمين وطه دسوقي، وكان في كلام بيقول إن احتمال يظهر أحمد الغنطور بتاع الدحيح. والمسلسل اللي معانا هو مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي، واللي أثار الجدل جدا الفترة الأخيرة، وأتمنى تشوفوا الفيديو اللي كنا عاملينه عن المسلسل، ويا رب يعجبكم أو ما يعجبكوش عادي. هو كده كده منى زكي محدش هيتفرج لها على حاجة وتبقى حلوة بعد اللي عملته في فيلم أصحاب ولا أعز. وبتنافسها السنة دي بقى وجه جديد أو وجه قديم، بس هتطلع لنا بشخصية جديدة هتعمل ست قرعة، الفنانة روجينا بمسلسل ستهم. يعني هو أنا حاسس إن الفيلم مؤنث بتاع عمهم بتاع محمد إمام، بس عادي مش مشكلة، واضح إن فعلا المراقب كان بيلم الورق. ايه ده؟ أما المسلسل رقم 20 هو مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال. ده غير خيانة مشروع. صح. مسلسل رقم 21 معانا هو مسلسل بابا مجال بطولة الفنان القدير بطولة الفنان القدير مصطفى شعبان، واتمنى نلاقي حل للمسلسلات اللي كلها تسول دي. أما مسلسل رقم 22 معانا هو مسلسل كامل العدد وبطولة دينا الشربيني. واخر مسلسلين معانا مسلسل سوق الكانتو بطولة توم هاردي. ايه ده؟
لا ده بليكي بلاندر معلش. لا، مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، واللي أثار الجدل جدا بسبب استعانهم بلبس الفنانين بتاع مسلسل بيكي بلايندرز. وعندنا المسلسل اللي بعديه مسلسل تغيير جو بطولة الفنانة منة شلبي. ومعانا مسلسل تلت التلاتة بتاع الفنانة غادة عبد الرازق بعد رجوع من غياب طويل جدا عن الساحة الرمضانية. يا رب المسلسل يعجبنا. مسلسل عودة البارون بتاع الفنان القدير حسين فهمي. بس السنة دي هتكون في حاجة مختلفة جدا. عندنا الحلقات هتتكون من 15 حلقة، وممكن نلاقي مسلسلين بيلحموا مع بعض في نفس الشهر. وعندنا قايمة ب7 مسلسلات هم اللي هيبقوا 15 حلقة السنة دي. أول مسلسل معانا تلت التلاتة، وعلاقة مشروعة، جت سليمة، السفارة، عودة البارون، تحت الوصاية، مذكرات زوج. ومسلسل الكتيبة 101 بطولة الفنان آسر ياسين وعمرو سعد، سمير والله العظيم سمير. هيتكون من 20 حلقة، وممكن ال10 حلقات الباقيين يجيبوني أنا معمل فيهم مسلسل عادي مش مشكلة. يا ابن اللعيبة يا فاجر. أو ممكن يستعينوا بممثل أقل مني شوية، وهو الفنان القدير أحمد السقا. لو ده هيثبت لك انك ايه. ودي تبقى قائمة رمضان 2023 معانا، اتمنى انها تعجبكم. وهنا عندي ليكم سؤالين. السؤال الاول، دلوقتي يا جماعة معانا 30 مسلسل، حلو، يعني 30 ساعة في اليوم. جميل. يعني احنا مش عارفين احنا نلحق نصلي امتى، ولا نلحق نذاكر، ولا نلحق نتفرج على المسلسل اللي احنا عايزينه. فتفتكر ايه النظام؟ بعد رمضان هنصوم بعد رمضان. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. والسؤال التاني يا جماعة، حاجة مهمة جدا انا عايز برضه استفسر عنها. دلوقتي احنا عندنا اكتر من 30 مسلسل في رمضان السنة دي. ايه المشكلة لو السادة الفنانين شلنا منهم 10 مسلسلات، وفي ال10 مسلسلات دول راحوا اشتركوا مع في ال20 مسلسل، وبدل ما المسلسل فيه نجم ولا 2 يبقى فيه 5-6 نجوم، ويبقى فيه ملحمة تمثيل كده، ونتفرج على حاجة حلوة. ده لو اصلا هنتفرج في رمضان. وبقية المسلسلات دي كم الفلوس اللي اتدفع فيها يروحوا هم يتبرعوا بيهم للناس، بدل ما تقرفونا باعلانات رمضان اللي بتتكلم عن التبرع، وبيجي بعدها على طول اعلان فيلل وتجمعات ومش عارف ايه وبتاع. يعني انا واحد من الناس هيجيله ايرور، وشي جاب شاشة. انا بتفرج على التلفزيون، واحد يقول لي اتبرع ولو بجنيه، والتاني يقول لي ادفع بس 100,000 جنيه ولا مليون جنيه. اجيب منين؟ احنا معانا فلوس اصلا نعدي بيها الشارع. ودي كانت نهاية حلقتنا. اتمنى انها تكون عجبتكم. ما تنساش اللايك والسبسكرايب والاشتراك في القناة، وتفعل زرار الجرس عشان يجيلك كل جديد. والكلام على ايه.